ذكرت مصادر مطلعة أن موعد افتتاح مركب محمد الخامس سيعرف تأخير إضافي جراء عدم إتمام الأشغال المتعلقة بالأبواب الإلكترونية، مشيرة إلى أنه رغم إنهاء إصلاحها سيتم عقد اجتماع تقني جديد قبل الحسم في التاريخ النهائي. وتشير أغلب الاحتمالات حسب مصادرنا أن افتتاحه لن يكون إلا نهاية الموسم الحالي. وأفادت المصادر نفسها أن أهم الإصلاحات التي تخص الجانب الأمني والتقني لم تكتمل بعد، خاصة المتعلقة بالمراقبة المستمرة عن طريق الكاميرات، بحيث كان مقررا إعادة تأهيل الملعب بواسطة تثبيت كاميرات جديدة ذات جودة عالية في التدقيق لملامح الجماهير الحاضرة لمساندة فريقها. تجدر الإشارة إلى أنه كان مقررا افتتاح الملعب نهاية شهر يناير الحالي لاستقبال مباريات الشوط الثاني من منافسات البطولة الوطنية، قبل أن يؤجل ذلك إلى أجل مسمى تقول مصادرنا إلى نهاية الموسم. لكي تتوصل بالجديد لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.